منى هانم. ايه منى؟ حكايه منى ومفيش الا انت يا منى وكله تسمى على اسمك. قولي يا منى. الو. الو. اتفضلي يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. بقول لحضرتك انا جوزي. انا ليه استني قبل ما تقولي انا جوزي وانا حمايه، بمناسبه منى كان في واحده اسمها منى بتكلمني، فما بقولش انا المنى الا يا منى يا مون، قولي يا مون كده. اي والله. فجت اختها كلمتني بعدها شويه قالت لي ايه، انا اختي اللي انت بتقول لها يا مون بسخريه كده، هي ايه اللي كان مزعلها؟ زعلت ليه؟ لا عادي طبعا، عادي مفيش اي مشاكل. لا طب هي كانت زعلانه ليه لما قالت لي كده؟ مش عارفه والله زعلانه ليه، مش عارفه. يلا زي بعض وما علينا بقى، الله يسامحها. احنا عايزين النهارده نسامح ونعفو أكيد. ويتسع صدرنا، بس بالاصول. انا مش هعفو على واحد عنده جنيه سرقه ولا جنيه مأخره دينه وهو قادر يسد، شاكيه لربنا وحسجنه، ما اعرفش الا كده، وكل الناس تعمل زي كده بصمه. مفيش حاجه اسمها عفوه، لا، في حاجه اسمها هات اللي عندك ونعفو. يلا يا حبيبتي. ماشي. بقول لحضرتك انا جوزي رامي عليا يمين طلاق التالت. يا لهوي. طب قولي لي الاولاني الاول. الاولاني دوت كنا في عيد كده وحصل بينا. لا ما مالناش دعوه بعيد وافهم من فضلك. قولي قال ايه من اللي خرج من بقه؟ اول طلاق ليا قال لي لو طلعتي من باب البيت تبقي طالق، فانا طلعت. وبعد كده رجعت تاني يعني. قال لك ايه التاني بقى؟ التاني طلاق كان على الورق، يعني طلقني مأذون بقى والمأذون أيوة. شاف شغله وقال لك هات البطاقه وللشهود. وقال له وقال لك قولي له ابرأتك من كذا وكذا ومن نفقه عدتي ومتعتي فطلقني على ذلك. وقال له جاوبها ورد عليها وقول لها وانت طالق على ذلك. ده حصل؟ ايوه حصل كده، واتطلقت وخدت الورقه بتاعتي. ومعاكوا عيال؟ معايا عيال. معايا عيالي بس يعني معايا كبار، في منهم كبار يعني فاهمين يعني. معاكوا يعني عيال في الجامعه ولا خلصوا؟ نعم. عيال في الجامعه ولا خلصوا جامعه؟ لا 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 لا، انا في الجامعه، في واحده منهم في ثالثه السنه دي ان شاء الله، وواحده رايحه اولى، وثلاث تانيين لسه مرحله ابتدائي واعدادي. قبل ما اسمع الثالث المنيل بنيله ده، هو انتوا لما قررتوا تروحوا المأذون انت خطفتي عبايه وجريتي على السلم حافيه ولا لبستي وتشيكتي؟ لا طبعا كان في مشاكل بينا، وبعدين اصلا مشاكل بعاني بيها سنين يعني. قبل المأذون كان ايه الموقف اللي خلانا نروح للمأذون من فضلك؟ الموقف ان انا اصلا مش يعني بسمع عليه، يعني هو بتاع ستات، بيجيب ستات كتير بتسمعي عليه؟ بتسمعي؟ لا وشفت يعني، وشفت وسمعت كتير يعني، وهو اصلا اعترف بكل حاجه يعني. يبقى ده ما نعيش معاه. انت رايك كده؟ انا اصلا هو بيتعامل معايا كان وحش قوي، ما بيتعاملش معايا. يبقى لازم نفرق بين ان هو بتاع ستات وبين ان هو بيعاملنا وحش. بتاع ستات يبقى بتاع ستات، نو بروبلم. نو بروبلم. هيعذبه ربنا او يغفر له، ماليش دعوه، دي حاجه في الرقبه بتاعته. انا براءه، انا قطنه بيضه. هو ابن 66 اخلاقه ويحاسبه ربنا، ولا كفر ولا قال لي انت طالق. هفضل هاتي لما اموت واقول الحكايه دي. الله يحرق المسلسلات والافلام اللي بوظت الدين والدنيا عند الناس، في عقول الناس الخربانه. بيخون امك، لا خانك ولا خان امك ولا يعرف خيانه. خان ربنا اللي قال له حافظ على فرجك وغض بصرك، وقال ابعد عن الزنا. ملوش دعوه بيكي خالص الحكايه، بلا بتاع ستات بلا بتاع كذا. مش انا طول عمري بقول كده، ليل ونهار بقول كده. افهموا دينكم يا بنت عقلي. انا ما بقولكيش ما ممكن تكون الدنيا خربانه، بس افهمي يا ماما، معلومه لله. مش عندك بنت؟ عندي 4 بنات. ربيهم على كده. والا لو اتجوزت واحد وعرفت انه بتاع نسوان، انت زوجته ومحترمه وتعيشي ونص، يا كرهاه يغور في داهيه. بس ما تقوليش خاني يا حلوه. خانك ياكل كباب وياكلك بصاره، يسكن في منطقه راقيه ويقعدك في منطقه زباله. وله رب قال له في القران اسكنوهن من حيث سكنتم، وينفق عليها. الخيانه هنا، انما ديله مش نضيف على دماغه، انت مالكيش دعوه. يا خبر اسود،
شريك وفريك وبتاع ستات. انت عايزه انت اللي تبقي متطرطره فوق الدماغ، ما يعرفش غيرك، يا ريت، وما يحبش الا انتي، اي ويش اي كود، وما يشوفش في الدنيا حريم الا انتي. هاي 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 I'm very happy I'm be happy if this اسمها ايه بقى، كان ولا ووز ولا ار ولا ايز. يا اخوانا اعرفوا دينكم. قولي لي التالتة من فضلك. المهم انا رجعنا تاني يعني عشان بعد المأذون. ايوه التالتة كان قال لي برضه لو طلعت من باب البيت ده هتبقي طالق يعني، وطلقت. التالتة برضه؟ ايوه ده التالتة. رحتوا لجنة الفتوى ولا لسه؟ انا للاسف اتصلت على مأذون، المأذون اللي هو كان مطلقني. لا المأذون قال ايه؟ الوكيل بتاعه قال لي لا دي ما تتحسبش طلقه، ده ممكن ساعة غضب. بس هو ممكن اسالك سؤال؟ لا سيبك من الغضب، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لحظة ما اتصلت بالمأذون في حوار حصل جواكي ان المأذون ده كاتب وملوش دعوة بالشريعة، وممكن يقول لك كلمة على هواكي وانت نفسك تعيشي وتعملي كباب الحلة الكوبستريكي بتاعي، يعني بطاطس وبعدين تحط طماطم وبعدين تحط اللحمة وبعدين تحط الطماطم بعد اللحمة طبعا، وبعدين قبل ما تسيبي شوية تحط بطاطس حتت كبيرة عشان كفاية حتة قوي تكفيكي، نفسك تعيشي انت. ها فقلت مأذون، المأذون ده يلا بس ألزقها في دماغه وأعيش. ده حصل؟ ولا كنت جاهلة وحد عرفك ان المأذون ده أستاذ شريعة؟ المأذون كاتب في الدولة بيحرر عقد لا يفتي، وأنا لا يمكن أفتي، وبقول لكم بقالي 20 سنة اللي 3 طلقات يطلع على لجنة الفتوى الصبح. طبعا بكرة العيد وهيعيدوا ويذبحوا الشيخ سيده، فبعد العيد إن شاء الله يروح من 9 ل 3 في الجامع الأزهر، أول أوضة على إيدك اليمين لجنة الفتوى تحكوا لهم ال3 بلاوي وهم اللي ياخدوا قرار. عالم لوحده في 3 طلقات يبقى راجل مجرم، لأن البيوت مش سهلة نحرمها ومش سهلة نحللها، وما دام جت الأولى والتانية. وصدقيني يا حبيبتي لو رحت لجنة الفتوى وقالوا لك يجوز اعملي حسابك هتطلقي بعد يمكن 3 ساعات أو 3 أسابيع أو 3 سنين. اللي اتعود لسانه الزفر على إنه إن شربت تبقى طالق إن كلمت تبقى طالق ده مجرم وراجل بيهزأ حدود ربنا. وربنا قال في الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الهزوة اللي هو عليها الطلاق، انت طالق تبقي طالق لو عملتي ده بيتخذ آيات الله هزوا. اللي ما يتخذهاش هزوا هو اللي ياخد قرار يطلق بهدوء ولا لغوة ولا غير لغوة. يا بنت الحلال او الحرام حتى هو حر يختار اللقب اللي يريحه. احنا عشتنا مع بعض امبوسيبل بالفرنساوي. كل واحد يروح لحاله بكل آيات الأدب. ليكي مؤخر صلاة ونفقة اتفضلي يا حبيبتي. انت طالق يا سماح وعند المأذون يوثق ويديها الورقة ويعيشوا كرام محترمين، هيروحوا فايقين ورايقين، ما عادوش أزواج بعض، هيشيلوا من بعض ليه؟ وهيحسوا بندم محترم جدا كفيل بأنه دمرهم العمر كله، لأن هم خدوا قرار غلط، لأن الدنيا عندهم كده كله بيقول أنا كاره، والكره زي الفل. اكره بس تعيش. ليك رب في القرآن اللي بتقراه في رمضان على الشمال في سورة النساء، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. هتفكر ان هقول ربنا قال فطلقوهن، فإن كرهتموهن هشوقك. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم. يعني ممكن جدا تكرهها وتعاشرها أحلى معاشرة. مش اكرهها. وهو انت ثقافة مشلشلات يعني مسلسلات. بكرهها يعني مش يعني بحبها بس مش دايب دوب. ادي الكرة بحبها بس مش دايب فيها دوب. ان شاء الله مع انك دبت لكن تقبلها قوي، ولو حطيت ايدك عليها مش كأنك حطيت ايدك على كهرباء قوي، بس مش دوب فمش لازم. طب ما هو ربنا قال في الجنين حملته امه كرها
كراهيه ايه؟ اوه. وقالوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه مكفرات الذنوب؟ قال اسباغ الوضوء على المكاره، كاره مكاره. وقال في الحديث حفت الجنه بالمكاره. هو اول ما انك الفجر تصلي الفجر من احلاها نوم وانت لسه نايم نكب لي بالك ساعه ونص، ده كان عمليه حلوه قوي. لا بتقوم بس ما انتش مكسح. فالكره جميل جدا. ايه اللي مش جميل؟ البغض بعيد عنك، الشنقان يا جدع، اللي هو تشوف العمى ولا تشوفه. لكن ما دام تقدر تشوفه اقل من العمى ممكن تعيش معاه. الكل عشان جاهل اكره يلا شيل ده من ده تحت عنتا بانتا بانتا. فكل الطلقات تودي النار، زي كل صلة الارحام المقطوعة ما هتودي النار من الطرفين. بس نفسي